هندسه ليه الفتيس ده انت هتغيره مش هتصلحه؟ الاول العميل كان بيحس بايه في العربيه اول ما جالك وبيشتكي من ايه؟ بص، العربيه كانت بتعمل صوت جامد جدا وهو ماشي، صوت دوشه في الفتيس، التروس بتاكل في بعضها. هو سامع صوت حشرجه بالظبط، والعربيه ما بتنقلش غيارات في الوقت المناسب ليها. بتنقل متاخر او بدري يعني ولا ايه؟ لا، بتنقل متاخر. مره تنقل متاخر في غيار معين، بتنقل متاخر وغير بتنقل بدري، يعني الاول والثاني بتنقل بدري قوي. تمام. يعني عشان يوصل للثالث ممكن لا بيعدي، اللي بيحرق الار بي ام لحد 7 و8 عشان يوصل. ده اللي هو حاسه. تمام. طب كان ايه العيب ايه هنا في الفتيس ده؟ هو ده فتيس سي في تي صح؟ ده فتيس سي في تي. تمام. ده في تاكل في انا شايف البليه دي فرطه. ده غير البليه الفرطه ديت. في تاكل في الكلاتشات كمان. حلو قوي. تمام. فدي عملت بتعمل رواسب، رايش كده صغير. رايش صغير. هو ده يتصلح، المجموعه الشمسيه كلها كمان تتصلح، والكلاتشات يعني كلها يتصلح. ينفع يتصلح؟ بس ايه اللي هيحصل بقى؟ بس انا بعرض على العميل، انا بقول له هصلحه لك، بس انت ممكن يحصل معاك وانت بعد ما تصلحه مني وتستلم فتيسك زي الفل، اسبوعين ثلاثه تلاقي الترومبه باظت، ترومبه زيت الفتيس او البادي فالف باظ عشان الريش اللي تفشى في الفتيس. بالظبط. تمام. ممكن يبقى الفتيس تمام خلاص، العيب اللي فيه اتعمل وتصلح كل حاجه، يظهر عيب تاني بعد اسبوع اسبوعين، لان الرايش طبعا سد الترومبه ممكن تاثر على البادي فالف، تاثر على بليه الكورونا، فانا بعرف العميل كده كويس. طيب النصيحه اللي انا عايزها منك، ايه اللي لو باظ في الفتيس ينفع يتصلح، وايه اللي لو باظ في الفتيس يبقى الافضل هو ما يصلحش؟ ترومبه الزيت الحاجه الوحيده. ترومبه الزيت بتتصلح، بس ما يمشيش عليها فتره طويله، يعني اول ما يحصل ترومبه الزيت ان هي تبوظ وتعمل الصوت بتاعها يستحسن تتغير. في ناس عشان ما تكونش بوظت الفتيس نفسه. هقول لحضرتك، الترومبه بيبقى فيها رواسب، لما بتعمل الصوت دوت بيبقى فيها رايش من جوه، ما بتغذيش البادي فالف بزيت كويس. دي الترومبه او البادي فالف جوه، وده البادي فالف بيبقى تحت عند الكارتير. تحت الكارتير. فالترومبه دي لو هي مسدوده فيها رايش بتعمل صوت، خلاص دي باظت. لو ما اتغيرتش في وقت مناسب بتاثر على البادي فالف، هي ما بتغذوش زيت، مع الوقت بيبوظ هو كمان، وتكلفته برضه قريبه للترومبه، هو غالي جدا. فكده بقى ثمن فتيس تقريبا. بالظبط. فده في حاله ترومبه لكن اي حاجه ثانيه باظت في الاجزاء بتاعت الكورونا، بس برضه لو صلحت لو عملت رايش كبير، ولو العميل مشي عليها فتره طويله وعملت رايش سدت الترومبه مش هنقدر نصلحها، او هتصلحها بس هتجيب نتيجه. هي اي حاجه في الفتيس بتتصلح، بس النتائج المترتبه على ده بقى. فهيصلح بعد كده يرجع تاني هيدخل في قصه، هيبقى ملوش حاجه في حياته غير كل شويه بقى يحل الفتيس ويغير حاجه معينه. تكلفه الفتايس الفايف دلوقتي كام؟ انا ده ام جي 5 سي في تي صح؟ سي في تي. بص، في بيبقى خلع تامين، بيبقى في حاجه بايظه، في حاجه بسيطه بيعمل 30000 جنيه، وفي الاستيراد بقى اللي هو جاي من بره، استيراد عليه ضمان، ده بيعمل 50000 جنيه. حلو قوي الموضوع ده، وعشان في ناس كتير بيبيعوا على ان هو استيراد، هو خلع تامين، بس خلع التامين دوت لو في مثلا بيلة كورونا بايظه بيغيروا الفتيس كله في التوكيل، فالحاجات دي بتطلع خرده. الناس اللي بتشتريها دي بقى بتبيع ان هو فتيس استيراد، بس اللي بيبقى فيه عيب لازم يعني يكون فيه عيب. بيبقى في انواع خلع وفي انواع استيراد. انت بيبقى عندك الاثنين؟ والله انا بعرض لا، انا ما عنديش الخلع، انا عندي استيراد، لكن بعرض على العميل لو عايز ده بجيبه له، لو عايز ده بجيبه له. بتعرف تجيب الخلع ده يعني؟ بعرف اجيبه. يعني نعرف نمشي امورنا لو جابت فتيس ابو 30 لا بس هيبقى فيه عيب، مش مسؤول عنه. ملوش عندي مستهلك اصلا. لا، بيبقى يكون في عيب كمان، هو اتغير ليه اصلا في التامين. انت قصدك في التوكيل في الضمان؟ بالظبط. ده بقى بيبقى مثلا في بادي فالف بايظ، بليه كورونا، فطبعا في التوكيل ما بيصلحوش فتيس، بيغير الفتيس كامل. الفتيس طبعا القديم فيه عيب معين، فهو وحظه بقى اللي بيشتري الفتيس الخلع. كتر خيرك يا هندسه، وربنا يجازيك خير على المعلومات الطيبه دي. ربنا يخليك. شكرا جزيلا.